زي النهارده 9 ابريل سنة 1945 اتولد أسطورة الجيتار عمر خورشيد بالقاهرة لأسرة فنية، فوالده هو أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي وله 3 شقيقات، الفنانة شريهان واحدة منهم، وهو عنده 9 سنين بس حب عمر الموسيقى وبقت هوايته المفضلة وبدأ ياخد دروس في المزيكا. سافر عمر خورشيد لندن علشان يدرس الموسيقى في المعهد الموسيقي الملكي، وبعدها اتجه للتوزيع وتأليف الموسيقى التصويرية لحد ما كون بعد كده فرقة ميجا تورز الموسيقية. ووقتها شافوا عبد الحليم حافظ في حفلة للفرقة وطلب منه ينضم للفرقة الماسية، وكان عمر خورشيد هو أول عازف يدخل الجيتار للفرقة الشرقية. ومن أهم الأعمال اللي شارك في عمل الموسيقى التصويرية ليها هو فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وأين عقلي. اتجوز الفنان عمر خورشيد 4 مرات خلال حياته وما عندوش أولاد. أمينة السبكي سنة 1971 اللي ظهرت معاه في برنامج سينما القاهرة، لكن جوازهم انتهى بالانفصال سنة 1972. وبعدها اتجوز الفنانة ميرفت أمين، وكانت آخر زوجاته هي سيدة أعمال لبنانية اسمها دينا سنة 1977، واستمر جوازهم لحد ما توفى. عمر خورشيد اتجوز وقت ارتباطه بزوجته دينا من الفنانة مها أبو عوف قبل شهور قليلة من وفاته. وفي سنة 1981 اتعرض الفنان عمر خورشيد للحادث الشهير في نهاية شارع الهرم بعد ما خلص شغله في فندق كبير علشان تنتهي حياة عازف الجيتار في عمر 35 سنة. قول لنا، بتحب أي مقطوعة موسيقية عملها عمر خورشيد؟